ازاي نبدأ أي دمية كروشيه قطيفة؟ أول طريقة ومش بستخدمها كتير في القطيفة هو إني بعمل دايرة سحرية، والدايرة السحرية ليها طرق كتير بس أنا بعملها إني بلف الخيط مرتين على إيدي وأبدأ أسحب الخيط التاني بالإبرة من تحت، وفي الجزء ده ببدأ أعمل 6 غرز حشو اللي هي سنجل كروشيه واختصارها في الباترونات الأجنبية SC، وبعدين أشد الخيط وأقفل الدايرة بتاعتي. وفي معظم الدمى السطر التاني بيبقى عبارة عن تزايد في كل الغرز، يعني بعمل غرزتين حشو في ال6 غرز حشو اللي في السطر الأول فبيبقوا 12 غرزة. وبعدين بجيب الماركر بتاعي وأعلم آخر غرزة، وده مهم أوي في صناعة دمى الكروشيه لأن الشغل بيبقى داير ما يدور ومش بنقفل بغرزة منزلقة أو سليب ستيتش، وده شكل الدايرة بعد أول سطر. الطريقة التانية ودي اللي بستخدمها كتير في القطيفة هي إني بعمل عقدة بداية وسلسلتين وبعدين أسيب آخر سلسلة وأدخل في أول واحدة أعمل ال6 غرز حشو بتوعي. وزي الطريقة الأولى السطر التاني بيبقى عبارة عن تزايد في كل الغرز، وما ننساش نعلم آخر غرزة في كل سطر. كل سنة وانتوا طيبين ويارب تكونوا استفدتوا. ودي كانت طريقتي